صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك طاهرين المعصومين المشردين عن الأوطان. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا حسرة تتردد عبرة ليس تنفد، يا عين هلي دموعا مات النبي محمد. الأبيات للشيخ منصور المرهون رحمة الله عليه. يا حسرة تتردد عبرة ليس تنفد، يا عين هلي دموعا مات النبي محمد. سقي سموما قضى بسم شهيدا، يا قلب حزنا توقد. ما زال يلقى كروبا والجبت في الناس يعباد، حتى هدى الله به جل الأنام وأرشد. وقال قولا ما رده غير مرتد، هذا علي فمن توالاه يسعد. أودعتكم أهل بيتي ثم الكتاب المسدد، لا يفرقان إلى أن يوافياني في غد. والحوض طامن تلالا قدحانه ما لها عاد، وحيدر فيه يسقي من سر آل محمد. ما زال يوصي بهذا في مشهد بعد مشهد، حتى تجلى له الله وشاء اللقاء المؤبد. سقي سموما فأضحى على الفراش ممدد. ومحمدا يغشى عليه مرارا روح الفداء لأحمد، وجاءه ملك الموت مستأذنا ضارع الخد، فأطبق الحكم فيه وأطبق الفم وامتد، وأغمض العين منه وأسبل الرجل واليد،
وروحه منه فاضت وسيداه ومحمد. فمن يعزي عليا من أجله جيبه قاد، يعني علي شق جيبه. فمن يعزي عليا من أجله جيبه قاد، يقول رحت بروحي وفاطم تلطم الخد. صيح نادي ومحمد. غمض عيونه وشيل الوسادة يا ابو حسين، مطل ونين المصطفى خير النبي. غمض عيونه يبين عمي واسمه ليده، شوفه يدير العين لينا ومد رجله. شوف الاكوان شلون تفاعلت مع النبي، وجبريل ينعى والفلك متعطل عليه، والمصطفى ينادي يا زهرة لا تونين، خلي البواكين شعاب قلبي يا حزين. لازم يا بنت اليوم عزك تفقدي، وثاب المذلة بعد عيني تلبسين، ومنك يكسرون العدا بالباب ضلعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. سيكون حديثي بمشيئة الله تعالى حول محاور ثلاثة. المحور الأول تنوع تكريم الله تعالى للإنسان. المحور الثاني ما الفرق بين بني آدم وبين الإنسان حين قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل ولقد كرمنا الإنسان. المحور الثالث ينسب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أمور تتنافى مع الكرامة التشريعية للإنسان في هذه الحياة. المحور الأول تنوع
تكريم الله تعالى للإنسان. هناك نوعان من التكريم: تكريم تكويني وتكريم تشريعي. الداروينيون حينما أرادوا أن يثبتوا بطريقتهم أنه لماذا الله كرم الإنسان على باقي المخلوقات، قالوا لأن الإنسان فيه مائز كمي على باقي المخلوقات. ما هو المائز الكمي؟ قالوا حجم المخ عند الإنسان أكبر من كل المخلوقات، ولهذا الله كرمه على باقي الخلق: ولقد كرمنا بني آدم. لكن مع تطور العلم وتطور الطب اكتشف الطب خلاف ذلك، وأن المائز الذي تدعي الداروينية أنه مائز لتكريم الإنسان على باقي الخلق مائز غير صحيح، وهو الكم. ماذا اكتشفوا؟ اكتشفوا أن النسبة الموزون قياسا بالجسم مخ الإنسان يشكل 2%، في حين أن مخ الفأر نسبة موزونة وحجم وجسم مخ الفأر يمثل 10%. فأيهما أكبر، مخ الإنسان أم مخ الفأر؟ إذن المائز ليس مائزا كميا، المائز ليس لأن الإنسان أكبر مخا من غيره. وإحنا نستخدم هذا غلطا ونقول فلان مخه كبير، غلط. غير أننا إذا فندنا هذه النظرية وقلنا إن المائز الذي ميز الإنسان ليصبح مكرما ليس هو المائز الكمي، وإنما هناك مائز آخر. شنو هالمائز؟ العلماء يقولوا شيئين: في المخ نفسه، مو كبر المخ، لا، في المخ نفسه. المائز الأول قالوا بنية القشرة المخية في مقدمة الفص الجبهي عند الإنسان. طبعا هذه المقدمة، هذه الجهة لها تدخل في إصدار القرارات. يعني من الذي يصدر القرار؟ بنية ومقدمة الفص الجبهي هي التي تصدر القرار عند الإنسان. قالوا بأن بنية القشرة المخية في مقدمة الفص الجبهي عند الإنسان ضعف عما هي موجودة عند الشمبانزي. لأن من أكثر المخلوقات شبها بالإنسان؟ شمبانزي. ولذلك قال الداروينيون بأن الإنسان كان متطورا من ويش متطور؟ من القرد. بارك الله فيك. المائز الثاني، اكتشف العلماء أن خلايا الجسم الفاعلة في الإنسان مساوية إلى خلايا الجسم الفاعلة في الحيوان. فشنو المائز؟ ما في مائز. لكن لا، اكتشفوا أيضا أن خلايا المخ الفاعلة في جسم الإنسان تعادل 3 أضعاف بل 4 أضعاف إذا قارنا الإنسان بالمخلوقات التي تشبهه. 3 أضعاف، 4 أضعاف خلايا فاعلة في مخه. إذن المائز ليس مائزا كميا، ليس بكبر وبحجم المخ، وإنما المائز هو العقل الذي ميز به الإنسان.
العقل يختلف عن المخ. تسأل الآن شنو الفرق بين المخ وبين العقل؟ أين يوجد العقل؟ هل يوجد العقل في القلب، أم يوجد العقل في اليد، أم يوجد العقل في كل جزء من جسم الإنسان، أم يوجد العقل في المخ؟ وين يوجد العقل؟ قالوا إن الفرق بين المخ والعقل كالفرق بين النطق والمعنى. التفت شوية، هي مقدمة شوية صعبة. الفرق بين المخ وبين العقل كالفرق بين اللفظ النطق والمعنى. انت لما تقول احب ولدي، هذا نطق له معنى، نطق. ماذا يحمل من معنى النطق هذا؟ يحمل أنني أريد أن ولدي يكون أفضل الكل، صحيح؟ يحمل أنني آثر ولدي بكل ما أملك. يحمل أنني أحيانا أجوع ليشبع ولدي. هذا المعنى هو العقل. ولذلك يقولون إن كل شيء مادي كل شيء نريد أن نكتشف أنه مادي أو معنوي نخضعه إلى أبعاد 4. البعد الأول الطول، البعد الثاني العرض، البعد الثاني العمق، البعد الرابع الزمن. وحين نأتي إلى العقل نجد أن العقل يخترق الأبعاد 4 كلها، فلا يعترف العقل لا بالطول ولا بالعرض ولا بالعمق ولا بالزمن، يخترق كل هذه الأبعاد. إذن الله تعالى ميز الإنسان وفضله وكرمه تكريما تكوينيا بالعقل الذي أعطاه إياه. هذا النوع الأول من التكريم. النوع الثاني تكريم تشريعي، يعني أن دم الإنسان حرام، نفس الإنسان محترمة، ماله محترم، عرضه محترم. والتفضيل هذا للإنسان ما فضل الله تعالى المسلم ولم يفضل غيره من البشر، وإنما التفضيل والحرمة التشريعية لكل إنسان على وجه الأرض، سواء كان مسلم لو يهودي، يهودي لو مسيحي، ما دام الإنسان يلتزم بالمسالمة فدمه محترم. فإن خرج عن المسالمة فدمه مهدور، سواء كان مسلم، شيعي، سني، يهودي، مسيحي. لاحظ، هذا المحور الأول. المحور الثاني، ما هو الفرق بين بني آدم وبين الإنسان بعد الصلاة على محمد وآل محمد؟ الله تعالى في القرآن الكريم يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال الإنسان، وقال ولقد إنا خلقناكم، يعني الناس البشر، وقال عن الإنسان بأنه أخرجه وفضله، أخرجه وجعله شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن ما تكلم عن التكريم بالنسبة للإنسان، فلم يكرم الله تعالى الإنسان وإنما كرم بني آدم. شو الفرق؟ قالوا إن أول رجل وطأت رجله على هذه الأرض قبل كم سنة؟ تتوقع قبل كم سنة؟ قبل 450 مليون سنة وجد أول إنسان على وجه الأرض. 450
مليون سنة كان هذا الإنسان يسمى بالصناع، ليست عنده لغة ولا يعرف التواصل، ما عنده صفات حيوية. ثم بعد 6 أدوار من البشر وملايين السنين جاء آدم. إذن آدم لا في الدورة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، في الدورة السادسة. هنا خلق الله آدم وخلق ابن آدم مكتملا، قادرا على النطق، قادرا على التواصل، قادرا على التغيير، لأنه يملك الإرادة. هذا التميز لبني آدم ميز بالعقل أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. شنو قال عنهم؟ ما هو دليل العقل عند الإنسان؟ قال: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. شنو يعني حملناهم في البر والبحر؟ يعني أن الإنسان اخترع الأداة التي يقطع بها البر والبحر، بل اخترع الأداة التي يقطع بها الجو. ورزقناهم من الطيبات، يعني أن الإنسان استطاع أن يرتزق من الأرض، استطاع أن يحرث الأرض، استطاع أن يستفيد من الأرض. المحور الثالث: هناك بعض الأمور تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وهي موجودة في الصحاح. شنو هالأمور؟ أورد لك ثلاث روايات أوردوها عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الرواية الأولى أوردوها والراويان يهوديان، رغم أنها موجودة في كتب الصحاح، كتب إخواننا، أن النبي صلى الله عليه وآله قتل رجال بني قريظة والقينقاع قتلا شنيعا، وقتل أطفالهم وسبى نساءهم وسمل عيونهم وكشف الأزر عنهم. نشرح. يقولوا طبعا الراويان هم يهوديان، وهذه الرواية لم تثبت من طرقنا أصلا. قالوا إن النبي قتل منهم 900، رواية ثانية تقول النبي قتل منهم 500، رواية ثالثة تقول النبي قتل منهم 400. شنو حقيقة هالرواية؟ حقيقة هذه الرواية أن يهود بني قريظة وبني القينقاع عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله على أن يحموا الدولة الإسلامية وعلى أن يتركوا التآمر ضد المسلمين. ومضت السنين الأولى وجاءت السنة الخامسة، إلا بنو قريظة وبني القينقاع كمبني واقفين أمام النبي في غزوة الأحزاب. شوف التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم. بل اليهود حاصروا النبي خارج الخندق وداخل الخندق. لما انتهت المعركة جهز لهم النبي جيشا وحاصر حصنهم وسوى وياهم مفاوضة، خيرهم بين 3 أشياء: إما أن يقاتلوا، وإما أن يرجعوا يخرجوا من البلد، وإما أن يدفعوا الجزية. قالوا لا، نحن نحكم فينا رجلا. تحكمون من؟ قالوا نحكم سعد بن عبادة. حكموا سعد بن عبادة، فحكم سعد بن عبادة على يهود بني قريظة والقينقاع
بأن يقتل النبي صلى الله عليه وآله مقاتلتهم، يعني الذين قاتلوا النبي يقتلهم، ولم يقتل صغارا ولم يسبي نساء، بل ادعوا أن النبي كشف الأزر. وش يعني كشف الأزر؟ يعني كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وآله بالصبية والشباب فيقول اكشفوا إزاره، استغفر الله العلي العظيم، اكشفوا إزاره. النبي يقول اكشفوا عورته، فمن نظر إليه قد بلغ قال اقتلوه، واللي ينظر إليه ولم يبلغ يقول اتركوه. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تقبل أن نبيك بهالخلق؟ الرواية الثانية ما ورد عن يهود بني النضير أن النبي صلى الله عليه وآله قتلهم وأحرق نخيلهم. شنو يعني أحرق نخيلهم؟ يعني أبادهم إبادة كلية. شنو معناها؟ أنك تجي لجماعة وتبيد مصدر دخلهم ومصدر رزقهم. هم يعيشوا على شنو؟ على النخيل. فإذا أحرق النبي النخيل يعني معناها أحرق الدنيا كلها. ذولا بنو النضير طبعا ذولا يهمهم أنه النبي قتل ويثبتوا بعد، والنبي سلب، والنبي سبى، والنبي كشف الأزر، صحيح، والنبي أحرق. ليش؟ حتى تتغدى الدعشنة اليوم، حتى تربط الدعشنة اليوم أعمالها بالنبي صلى الله عليه وآله. الدعشنيون ما نريد نسميهم، الدعشنيون يقولوا إحنا نقتل ونسبي ونحرق ونبيد لأن النبي أحرق، لأن النبي أباد، لأن النبي سمل العيون. بنو النضير ذولا بعد عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله. تعرف أنت كف اليهودي إن بايعك بكفه اليمنى غدرك بكفه اليسرى. هذا قول أمير المؤمنين علي عليه السلام. بنو النضير عاهدوا النبي أن يحموا الدولة الإسلامية وأن لا يتآمروا عليه. تآمروا على النبي صلى الله عليه وآله، خرج لهم بجيشه. ترى كل حروب النبي ما في حروب ابتدائية، كل حروبه حروب دفاعية. خرج النبي إليهم، المسلمون في الأسفل، يهود بني النضير على التل واقفون، بينهم نخيل طويلة. صار اليهود يضعون نبالهم في كبد قوسهم يرموا المسلمين، كلما رموا قتلوا مسلما. ضج المسلمون من القتلى. ليش؟ لأن اليهود يرون المسلمين والمسلمون لا يرون اليهود بسبب حجب النخيل عنهم. قال لهم النبي للمسلمين اقطعوا النخيل التي تحجب عنا رؤيا اليهود. ولم يقطع من النخيل إلا ما كان لينة، أو قطعتم فما قطعتم من لينة، لأن النخيل ينقسم إلى قسمين: عجوة وهي النخيل التي تثمر، ولينة هي النخيل التي لا تثمر. النبي ما قطع أي نخلة، قطع النخيل اللينة التي لا ثمر فيها والتي تعيق المسلمين عن رؤية اليهود. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة يقولون جماعة من اليهود العرنيين جاءوا شعثا غبرا إلى المدينة المنورة على ساكنها آلاف التحيات والسلامات. رزقنا الله يا رب في القريب العاجل زيارته، في الآخرة شفاعته. استجاروا بالنبي وقد كظهم الجوع والعطش. النبي مكنهم من كل أنعام المدينة وألبانها، صاروا يشربون من ألبان
أنعام المدينة، صاروا يتمشوا في المدينة مرتاحين، بردت أجسامهم، ذهب شعث رؤوسهم. شوف اليهودي وش يسوي، أول أغبر آخر أغبر. فلما شبعوا شربوا أكلوا وارتاحوا واستانسوا، جاءوا إلى الرعاة فقتلوهم. الرعاة اللي شربوهم ألبان قتلوهم، ثم سرقوا المواشي وهربوا. إلى هنا القضية ثابتة حتى عندنا في كتبنا، لكن احنا نتكلم عن ردة الفعل التي نسجها أنس بن مالك. أنس بن مالك غير محمود عندنا، نسجها أنس بن مالك، والرواية لم يروها أحد غيره أبدا، ما رواها إلا أنس، وفي زمن الحجاج ابن يوسف عليه اللعنة. تدري الحجاج شنو قال لي أنس؟ قال له يا أنس ترى تعبت أنا من كثر قطع الرقاب، أريد منك الآن تجيب لي رواية فيها طريقة قتل جديدة عمل بها النبي. قال له أنس بسيطة. شنو يقولوا بعد أن قتلوا الرعاة وباقوا سرقوا المواشي، النبي أرسل لهم جماعة، الجماعة أدركتهم أمسكت بهم فسملوا عيونهم. سملوا يعني شنو؟ يعني جابوا حدائد وحديد حار ملتهب وأدخلوها في عيونهم، استخرجوا عيونهم. بعد وقطعوا أيديهم وقطعوا أرجلهم وتركوهم في الصحراء عطاشا. كان من شدة عطشهم أن يخرج الواحد منهم لسانه ويضعه على الأرض من شدة العطش حتى ماتوا عطشا. النبي يفعل هكذا؟ النبي الذي قال عنه الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يسمل العيون. زين، حجاج ايش قال لأنس؟ قال له ملينا من كثر قطع الرقاب، جيب لنا طرق جديدة. قال نعم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمل العيون وقطع الأرجل والأيدي وتركهم عطاشا حتى ماتوا في الصحراء عطشا. قال الحجاج والله خش طريقة جديدة دي تنفع لنا. فلجأ الحجاج إلى سمل العيون وإلى ما اخترعه أنس بن مالك. لكن العجيب أن هذه الروايات موجودة في الصحاح، وهذا ما يجعل المستشرقين يشكلون على ديننا وعلى نبينا صلى الله عليه وآله. يقولون ترى في كتبكم أن نبيكم كان يقتل الأبرياء، كان يسبي النساء، كان يكشف الأزر، كان يسمل العيون. شو تقول أنت؟ لكن كتبنا ولله الحمد بريئة من هذا القول. نحن نعتقد أن النبي هو الرحمة المطلقة التي أنزلها الله إلى الكون، رحمة. ولذلك في هالليلة، في مثل هذه الليلة، الدنيا تكون موحشة بفراق رسول الله صلى الله عليه وآله. فوا وحشة الدنيا لفقد محمد. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية أنه خرجت روحه إلى بارئها في مثل يوم أمس، في مثل يوم غد قبيل الزوال، يعني قبل صلاة الظهر من يوم غد النبي فارق الحياة. دخلت عليه أم سلمة فرأته متغيرا الآن، قالت فداك نفسي يا رسول الله، ما لي أراك متغيرا الآن. أريد منك عبر الليلة تخشع مع النبي،
ما لي أراك متغير اللون. قال يا أم سلمة لقد نعيت إلي نفسي، فسلام لك مني لا تسمعين بعد هذا اليوم صوت محمد أبدا. صرخت أم سلمة ومحمدا. قال أم سلمة لا تبكي لا تبكي، نادي لفاطمة. نادت له فاطمة، حضرت فاطمة، رأت أباها متغير اللون. صرخت فاطمة وكرباه عليك يا أبتاه. قال لا كربا على أبيك بعد هذا اليوم. قالت أبا أين الملتقى؟ قال عند الحساب. قالت فإن لم ألقاك؟ قال عند الصراط. قالت إن لم ألقاك؟ قال عند الشفاعة لأمتي جبرائيل عن يميني، ميكائيل عن شمالي، علي بعلك أمامي بيده لواء الحمد، والملائكة من خلفنا تنادي سلم أمة محمد وسهل عليهم الحساب، وسهل عليهم الحساب. ثم قالت أبا وأين ألقى أمي خديجة؟ قال هي في قصر من لؤلؤة بيضاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ثم نادت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال لها بنيتي لا تقولي هكذا، هذا قول عمك أبي طالب. ما نهاها عن قول عمها، ولكن أراد أن يوجهها إلى الظرف الذي تعيشه. ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا ما يريد التأكيد عليه الرسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. رسول الله تارة يغشى عليه وتارة يفيق. دخل ضرب الباب، طرق الباب طارق، جاءت فاطمة تقول من في الباب؟ قال رجل غريب. قالت أيها الغريب إن رسول الله مشغول بنفسه. عاد إلى من حيث أتى، جاء بعد حين، طرق الباب. من في الباب؟ قال الرجل الغريب. قالت أما قلت لك إن رسول الله مشغول بنفسه، وإذا به ينادي ألا تأذنون لدخول الغرباء؟ أفاق النبي. قال فاطمة أتدرين لمن تكلمين؟ تدرين تكلمين من يا فاطمة؟ هذا هادم اللذات، هذا مفرق الأحباب، هذا ملك الموت. صرخت فاطمة وأبتاه. دخل ملك الموت كالريح الهفافة. من أي الملائكة أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال أجئت زائرا أم جئت قابضا؟ قال بل جئتك قابضا، لكن إن شئت قبضت وإن لم تشأ رجعت. قال أنت مأمور بطاعتي؟ قال أنا نعم أنا مأمور بطاعتك.
قال إذا أمهلني حتى يأتي أخي جبرائيل فأستشيره في أمري. نزل جبرائيل ملك الموت واقف في الهواء، قال يا ملك الموت أقبضت روح محمد؟ قال لا يا جبرائيل، استمهلني حتى تأتيه فيستشيرك في أمره. قال يا ملك الموت لا تصعد إلى الملأ الأعلى من دون روح محمد، تكبت الملأ الأعلى. أما ترى الحور العين قد أشرفت، أما ترى الجنة قد تزينت. وما نزل إلى النبي أحد إلا الخصيص صاحب الإذن المطلق. وقفا ملك الموت في الهواء، أما جبرائيل فقد نزل إلى رسول الله. السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمد. قال جبرائيل جاءني ملك الموت يستأذنني في قبض روحي، فاستمهلته حتى تأتيني فأستشيرك في أمري. قال يا محمد وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا محمد لقاء ربك خير لك. هنا التفت النبي إلى علي، قال يا علي ضع رأسي في حجرك. ما أفاضت روح النبي إلا ورأسه في حجر علي. علي ضع رأسي في حجرك. فاطمة ناوليني يدك. أخذ يد فاطمة وضعها في يد علي. نادى يا علي هذه أمانة، هذه وديعة، إن شاء الله الأمانة يا رسول الله ما عادت إليك وهي مكسورة الأظلام. ثم نادى كيف بكم وقد خرجت الفتنة من ها هنا وها هنا. أما أنت يا علي فتقتل شهيدا في محرابك، وأما أنت يا فاطمة فمظلومة، وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا حسين فشهيد هذه الأمة تذبح كما تذبح الشاة من قفاك. عطشانا مظلوما صرخت فاطمة وضيعتها. ثم نادى يا علي انظر إن أنا أموت فغسلني من ماء الجنة وكفني بالكفن الذي نزل به جبرائيل علي، وقد قسمه إلى 4 أقسام، قسم لي وقسم لابنتي فاطمة وقسم لك وقسم لريحانتي الحسن. التفتت فاطمة إلى أبيها قالت أبا يا رسول الله كسرت خاطر ولدي الحسين، ما لي لا أرى نصيبا من الكفن لولدي الحسين. قال لأنه يقتل عطشانا ظمآنا تطأه الخيول بحوافرها بلا غسل ولا كفن،
صرخت فاطمة وضيعته. ثم التفت رسول الله قال يا رب إلهي لا أسألك آمنة التي ولدتني، ولا حليمة التي أرضعتني، ولا خديجة التي عاوتني، ولا فاطمة ابنتي، ولكن تسأله ماذا يا رسول الله؟ ولكن أسألك أمتي أمتي يا رسول الله. وإذا بالنداء من قبل الله تعالى يا محمد أنت نبي شريف وأنا رب لطيف، وأمتي خلق ضعيف، وما ضاع ضعيف بين شريف ولطيف، وعزتي لأقسمن القيامة إلى قسمين، قسم لي أنادي رحمتي، وقسم لك تنادي أمتي أمتي. صيح نادي ومحمدا. ثم نادى جبرائيل يا ملك الموت امضي إلى ما أمرت له. اشتغل ملك الموت في قبض روحي نبينا، كشف جبرائيل الرداء عن رسول الله، نادى النبي جبرائيل عند الشدائد تخذلني، قال إنك ميتون وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. صيح نادي ومحمدا. ثم نادى جبرائيل ملك الموت يا ملك الموت لا تعجل على روح محمد حتى أصعد إلى ربي وأهبط إلى الأرض. صرخ ملك الموت جبرائيل صارت روح محمد في مكان لا أقدر على تأخيرها. صرخ جبرائيل ومحمد هذا آخر هبوطي إلى الأرض، الآن أصعد إلى السماء ولا أهبط إلى الأرض أبدا. يا ملك الموت احفظ وصية الله في روح محمد. النبي التفت إلى ملك الموت مناديا شدد علي سكرات الموت وهون على أمتي. مدد رسولنا يديه ورجليه، أغمض عينيه. يا محمديون فاضت روحه. صرخت فاطمة وأبتاه، صرخ علي وأخاه، صح ونادي ومحمدا. وإذا بفاطمة تنظر إلى أبيها ممددا على المغتسل، نادي اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية. عندك نعي الليلة، ساعد الزهرة، ساعد أمير المؤمنين، ساعد الحسن، ساعد الحسين، ساعد زينب. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمي. المغتسل ممدود يا خير البر.
ساعد في هالقصيدة. يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، شيل الكفن عن غرته تودع اشبال. هذا الحسن ممرود قلب انظر الحال، هذا الشهيد حسين عبراته جريد. يلي تغسل والدي وين العمى، فوق المنابر ما حلا حلوه، قبل تشيله خلتي ودعها اليتامى، منا بعد ما ترتجي للبيت جاي بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي، وانت يا ابن عباس بالهونسك وبالماي. طول على المغسل شعبني ومزق حشاي، ممرود قلبي وموحش الدنيا علي. يلي تهيلون الثرى دفنون يوم، ما اقدر اشوف البيت خالي من محياه، قشرة تراه تصير عيشتنا بلياه، بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا. اويلي صعب علينا فرقتك يا نور الاكوان، محرابك اصبح ينتحب والانس والجاه. يا بنورك نفقده لا هود الليل، الاملاك كلها بالحزن تسبيح وتهليل. كيف البصر عن امتك يا الوالي تشيل، شاقول للي يقصدك ذايب بالاحزان. انت الامان ورحمة الباري عليك، ما اقدر اشوف الناس تندب يا ولي، ويتام تلطم للصدور. سافر نبي والكل على فقدك يوم مذهول حيران. قلبي عليك من الألم زايد لهيب، ما مثل يومك بالخلق تجري مصيب. جبريل أصبح بالسما ينعى حبيبه، بعدك فلا ينزل بعد وصفه بقرآن. حيدر وصيك يندباك والدمع بالعين، يما ينوح ابن الحسن وعزيزك يصعب على زينب يابوه يفرق البيت. ناداها عنكم برتحل يا آل عدنان، ودع أهل بيت بعجل وارشح جبين. فارقت روح المصطفى غمضت عين، راس على حجر الوصي والله وينه، واصبح ينادي من فجع والقلب وجعان. وما مضت يومان على
مقتله وشهادته إلا والقوم يوصلون ويرجعون ويقدمون أجر النبي في أهل بيته إليه. كيف قدموه؟ قدموه بإسقاط الزهراء وفاطمة. مر على عبد ضربني ومن ضربته للقى ذبني. بويا قامك يا بويا مراني وخلاف عينك مرمراني وابن البج عليك. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد. أخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. إلهي بالنبي العظيم الشريف بالنبي الرحيم اقض حوائجنا يا الله. بالنبي الكريم اشف مرضانا يا الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته في الآخرة شفاعته. لك مشاركة أبو مؤيد، تفضلوا.